السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طاجن عكاوي بالبصل. هقول لكم على سر المطاعم وازاي نخلي البصل بتاعنا يكرمل بسرعة ويدي اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل بالكيلو عكاوي احلى طاجن عكاوي بالبصل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب طاسة نضيفة، نحط فيها معلقة سمنة كبيرة، هنجيب حوالي بصلة كبيرة قطعها كده جوانح، هنحط ملح وفلفل، هنقلب في البصل كده لحد لما يتبل معانا خالص. نهدي النار عليه عشان ما يتلسعش منك. اول ما تلاحظي ان لونه بدأ يصفر كده ويدي اللون الدهبي، هنحط سر المحلات بقى معلقة سكر كبير، دي بقى اللي بتودي الطعم العكاوي في حتة تانية خالص. هتكرمل معانا البصل بسرعة وهتدي اللون الذهبي بتاع الطاجن ويخلي الطاجن كده مسكر وحلو. هنقلب كده مع بعض وهنزود بعد اول ما نلاحظ ان السكر خلاص بدأ يكرمل معانا عشان ما يتحرقش، هنحط على طول نص كوباية شوربة. احنا هنحط مج كبير بس هنحط شوية بشوية كده، اول نحط شوية بعد كده اول ما يتشربوا هنحط شوية تاني كده، نحط شوية تاني ونقلب البصل بتاعنا. هنغطي البصل بتاعنا كده لحد ما نسيبه يدبل خالص. طبعا احنا مجهزين العكاوي بتاعتنا سلقينها ومظبطينها، بس محتاجين البصل هنا يستوي. هنا بعد البصل ما استوى هنجيب الطاجن بتاعنا نحط فيه العكاوي، وهنكون مسخنينه كده شويه عشان ما ينفعش ننزل على الطاجن بحاجه سخنه مره واحده. نحط الطاجن الاول على النار بعد كده ننزل بالحاجه بتاعتنا سخنه. هنا بعد ما حطيت الطاجن وقلبته في البصل شويه حطيت معاه شويه شوربه. طبعا هنحط التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وحبهان وقرنفل، هنظبطه كده عشان ياخد الطعم. هنحطه هنا على النار يغلي مع بعض شويه لحد ما يحاول يتشرب الميه بتاعته، بس الشوربه بتاعته يشرب كل كميه السوائل دي. بعد كده هندخله الفرن على درجه حراره عاليه من فوق ومن تحت، ياخد لون كده وش حلو، وبعد كده نطلعه. عايزه اقول لكم ريحته فظيعه، اتمنى تجربوه تقولوا رايكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.